أحداث فيلمنا النهاردة بتبدأ بواحدة اسمها سوزان، بتشتغل ممرضة، وهي بتكون في مكتب الاستخبارات الفيدرالي، وبيستجوبوها عشان عملية اغتيال حصلت، وهي الشاهدة الوحيدة في القضية. والعميل هولمان بيضغط عليها جدا عشان تقول لهم أي حاجة مفيدة. في نفس الوقت بيكون في واحد في غرفة المراقبة بيتفرج على التحقيق علشان يعرفوا إنها بتكذب ولا لأ، وبيطلب منها العميل هولمان تحكي له على يومها إزاي بدأ في المستشفى. قالت له إن اليوم كان عادي مع شوية مرضى حالتهم مستقرة، وبعد كده سألتها العميلة ساندرا إنها تعرف الراجل ده ولا لأ. ردت عليها وقالت لها أيوة أعرفه، لأنه في اليوم ده أنقذ حياتي. وهنا العميل هولمان بيشك فيها أكتر وأكتر وبيضغط عليها أكتر في التحقيق. فبترد عليه سوزان وبتقوله إن في كاميرات مراقبة في المستشفى ممكن تشوفها، بس هو بيقول لها إن الكاميرات في المستشفى مش شغالة، وإن قسم الطوارئ بس هو اللي شغال. وبدأت تحكي له عن اللي حصل في اليوم ده من البداية، وإنه فجأة وصلت عربيات الإسعاف وفيها حالات كتير، وبدأوا بالحالات الصعبة الأول. وهي أخدت حالة وكان راجل اسمه فلاب، والراجل ده كان مجروح في دراعه ومتعور في راسه، واخدته عشان تعمل له الاسعافات الاوليه. وبعدها بيكلمها وبيقول لها انه محتاج مساعدتها، وخرجت بسرعه عشان تجيب كشف وتسجل الحاله. وشافت حاله بره وكانت اصابتها خطيره جدا، وسالت الدكتور المسؤول وبتقول له في ايه. قال لها انه مصاب بطلق ناري. وبترجع لفلاب، وبعد كده وقفت وقالت للعميل هولمان انه كان في حاجه غريبه جدا في الراجل ده، وانه برغم انه كان متصاب وبينزف كانت نبضات قلبه زي واحد نايم طبيعي جدا. وبعد كده العميلة ساندرا بتوريها صورة لأخين من القتلة المحترفين، ودول بيقتلوا أي حد مقابل الفلوس. الأول اسمه رادوفان والتاني اسمه زوران. وبيوضحوا لها شوية من العمليات اللي نفذوها، وهي بتسألهم وهي مستغربة جدا، يعني انتوا عارفين العمليات دي كلها والمعلومات دي كلها عنهم وسايبينهم عادي؟ وبعد كده بتكمل كلامها وبتقول لهم وهي في الأوضة مع فلاب دخل رادوفان وكان بيدور على فلاب، وساعتها شاف أخوه ميت وقرر إنه هينتقم من فلاب. ولما بيجي الدكتور عشان يعرف ايه مصدر الصوت، رادوفان بيقتله. وبتشوف سوزان وكانت لسه هتهرب بس ما لحقتش ومسكها. وساعتها بيخرج فلاب من الأوضة وبيضرب نار عليه لحد ما بيخلص مسدس فلاب من الرصاص وبيضطر يهرب. وبنرجع للعميل هولمان وهو بيسأل سوزان وبيقول لها ليه فضلت في المستشفى؟ قالت لهم لأن أنا ممرضة وبحكم شغلها كانت بتحاول تساعد الناس اللي جايين مصابين في المستشفى، بس باين كده على المحقق هولمان انه مش مصدقها خالص. وبعد كده بتطلب ساندرا من عميل هولمان انه يمشي ويسيبهم لوحده، وفعلا بيمشي وبيروح لغرفة المراقبة وبيسأل الموظف اللي هناك انها بتكذب ولا لا، لكن بيرد عليه وبيقول له انها لحد دلوقتي كلامها كله صح. وبعد كده بتيجي واحدة وبتديله ملف كان طالبه منها، وبياخد الملف وبيروح ليهم من تاني وبيوريها صورة للعصابة كاملة، وكل واحد منهم متخصص في حاجة. وبتتعرف على زعيم العصابة اللي اسمه كلاوس. وبيروح كلاوس للمستشفى وبيطلب من رادوفان انه يقتل فلاب بسرعة. وبيجي تاني واحد في العصابة اللي اسمه دوسان، وده بيحب يقتل باستخدام الأسلحة الحادة. وبنيجي لألميرا ودي ليها طريقة خاصة في قتل الضحية بتاعتها. وبنتعرف على رابع واحد في العصابة واسمه إيفا، وده بقى هو صاحب العضلات في العصابة. وبتتجمع العصابة كلها في المستشفى وبيكون هدفهم الوحيد انهم يقتلوا فلاب. وبعد كده سوزان بتقول لهم على اللي قاله لها فلاب، وانه كان شغال معاهم وكل حاجة تمام، لحد ما في يوم غدروا بيه وكانوا عاوزين يقتلوا الرئيس بتاعه. وبنرجع لسوزان وهي بتخيط الجرح اللي في دراع فلاب، وبيطلب منها انها تساعده عشان يوصل للدور الخامس، وهي بتوافق. وبعد كده بيتعصب عليها جدا العميل هولمان، وبيقول لها خليني احكي لك عن طفولته كانت عامله ازاي. وقال لها ان ابوه كان ناشط سياسي وصحفي، وفي يوم من الايام اعداء ابوه قتلوه قدامه، واليوم ده اللي غير حياه فلاب بالكامل. وبنرجع لحكايه سوزان من تاني اللي كانت في المستشفى، وبعد ما بتخيط له الجرح بيتحرك، لكن بيخرج بيلاقي دوسان قدامه، وبتهرب سوزان وبيضربوا فلاب لحد ما بيخلص عليه. وبعدها كلاوس بيحاول يتواصل مع دوسان لكن مفيش اي رد منه، وهنا عرف ان فلاب قتله. وسوزان بتاخد فلاب وبيطلعوا الدور الخامس من السلم الخلفي، بس وهم في الطريق بيقع فلاب وبيحس بهبوط شديد جدا لانه بينزف دم كتير. وبتقول له ان في استراحه في اخر الممر، وبالفعل بيروح هناك وبياكل وبيشرب علشان يفوق من تاني. وبعد كده بيعرفها على نفسه، لكن في نفس الوقت ده كلاوس ورادوفان كانوا بيدوروا عليه، وبيسمع صوتهم وهم خلاص قربوا منه. وبعد كده بيهربوا وبيدخلوا الأوضة بتاعة الأشعة وبيستخبوا فيها لحد ما كلاوس ورادوفان بيمشوا. وبعد كده كلاوس بيطلب من باقي العصابة إنهم يتقابلوا في الدور التالت، وبيخرج فلاب وسوزان من الأوضة اللي كانوا فيها. وبعد كده بنروح لمكتب التحقيقات تاني، والسكرتيرة بتدخل وبتدي الملف ده للعميل هولمان، وبتقول لساندرا ان هم عاوزينها في الدور العلوي، وبتضطر انها تسيبهم وتروح، وهي عارفه ان هولمان دماغه مطرقعه وممكن يبوظ كل حاجه. وبيطلع الملف ده فيه كل حاجه تخص سوزان، وبيقول لسوزان انه هيبطل يشك فيها لو جاوبته على كل الاسئله بصراحه. وبيقول لها ان مكتوب في الملف انه تم اعتقالك قبل كده،
وبيسألها ليه. قالت له انها كانت هتقتل واحد بيعتدي عليها، وبنعرف ان معاها الحزام الاسود في الكاراتيه. وبيسألها انت لسه بتتدربي ولا لا؟ قالت له لا، بس محافظة على لياقتي بسبب الشغل. لكن العميل هولمان كالعادة مش مصدقها. وبعد كده بتكمل اللي حصل في المستشفى، وهم في طريقهم من الدور الخامس قابلهم ايفان، وفلاب قال لها هربي بسرعة. لكن ايفان بيقول لألميرا ان سوزان عندك وشوف شغلك معاها. وهنا الاتنين بيبدأوا ضرب في بعض، ومن الناحية التانية بيكون سوزان وألميرا مع بعض. وهنا فلاب قدر يكسر رقبة ايفان ويخلص عليه، وسوزان قدرت تخلص على ألميرا وخنقتها. وبيروح فلاب لسوزان عشان ياخدها للدور الخامس، لكن بيتفاجئ من اللي هي عملته في ألميرا. وهنا ساندرا بتكون رجعت للتحقيق تاني، وبتقاطعها وبتقول لها يعني انت اللي قتلت ألميرا؟ ردت عليها وقالت لها ايوه انا اللي قتلتها، بس انا كنت في حالة دفاع عن النفس وما كانش قصدي اقتل حد. وبتكمل باقي الحكاية، وانهم بعد ما اتحركوا راحوا الأوضة عشان يستخبوا فيها. وساعتها قالت له انها مش هتقدر تكمل اكتر من كده، وانها لازم تهرب لوحدها. لكن فلاب قال لها يا اما تفضلي معايا وتعيشي، او تخرجي لوحدك وهتلاقيهم مستنيينك وهيقتلوك. لكن هي اختارت انها تمشي. وبعدها بدأ العميل هولمان يكمل لها قصة فلاب بعد ما ابوه اتقتل، واتسحبت هوية امه وما قدرتش تسافر لاي مكان، واضطرت انها تبعته بره الحدود مع واحد صاحب ابوه. وقبل ما يمشي قالت له مين اللي عمل كده في ابوه. وبعد كده اتعلم كل حاجة عن الاسلحة والفنون القتالية لحد ما وصل للمستوى اللي هو فيه دلوقتي. وبيقول لها ان فلاب عضو في جماعة مافيا اسمها الايد السوداء، وانضم اليوم عشان يقدر ينتقم لابوه من اللي قتله. وفضل 30 سنة مستنى عشان ينفذ الخطة بتاعته. وقال لها انه فلاب هو اللي غدر بالعصابة عشان يقتل رئيسها، اللي هو اصلا اللي قتل ابوه. وقال لها كويس انك هربتي وما كملتيش معاه. لكنها قالت له انها فعلا ما هربتش، لانها وهي على السلم سمعت صوت واحد طالع، واضطرت ترجع عشان خافت على نفسها، وطلعت على طول على الدور الخامس ولقت الحراس كلها على الارض. وساعتها وصل فلاب لزعيم العصابة وقتله. وفي اللحظة دي سمعت سوزان صوت ضرب النار واستخبت. وبنرجع تاني لمكتب التحقيقات، والعميلة ساندرا بتسألها انها لو شافت فلاب وهو بيقتل الراجل ده ولا لا. قالت لهم انها اول ما سمعت صوت ضرب النار استخبت. وبعد ما خلص فلاب المهمة بتاعته بيقابل رادوفان في طريقه، وبيبدأ بينهم الضرب لحد ما بيجي كلاوس. لكن فلاب بيقدر يتعامل معاه وبيضربه بسكينة في رجله، وبيرجع تاني للرادوفان. بعد قتال وضرب من الطرفين قدر يخلص عليه. وفي نفس الوقت كلاوس راح يهاجم سوزان، لكنها قدرت تخلص عليه هو كمان. وهنا بقى وصلت الشرطة في الآخر كالعادة. وبنرجع لمكتب التحقيقات، والعميلة بتقول لها انهم ما لقوش جثة فلاب، وان هو اللي قتل العصابة كلها. وبتقول لها يعني انت اللي ساعدت فلاب عشان ينفذ المهمة بتاعته. وقبل ما تمشي بتقول لها سوزان انها هتقدر تمشي ولا لا، وبتقول لها سيبي عنوانك ورقم تليفونك عشان لو احتاجناكي تاني. وبنيجي هنا بقى للمفاجأة عشان نشوف الحقيقة الكاملة. بعد ما فلاب خلص مهمته وركب العربية وعدى من قدام الشرطة ومحدش خد باله، وبنعرف ان سوزان اصلا كانت بتساعد فلاب وهي قاصده، وانها اصلا ولا ممرضة ولا حاجة. وبعد ما بتخرج من مكتب التحقيقات بتروح لفلاب، والرئيس بتاعهم بيبعت لهم رسالة بيهنيهم انهم خلصوا مهمتهم. وبنكتشف ان الرئيس بتاعهم هو هولمان نفسه. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. بس ما تنساش اللايك عشان بيساعدنا نوصل لاكبر عدد من الناس، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت الدعم والاشتراك في القناة. سلام.